هنعمل كبات الكيك الكوري بكيكة بسيطة جدا جدا، بدون بيض بدون حليب، حاجة كده سهلة قوي. الكب نفسه مش هيبقى مكلف معاكي، لان انا ما بعملش حاجة مكلفة علشان لما يحب حد يعملها ما يحسش ان الحاجة هتبقى مكلفة اوفر. اعملي حاجة حلوة لولادك. كمية الكيكة اللي هنعملها هتطلع معاكي في حدود 12 كب، يعني حلوين قوي قوي قوي. شوف هتشتريه من بره بكام، في حين انك هتعمليه في بيتك هيوفر معاكي. بس هو مش بيتقطع كده، يعني انا بقطعه كده علشان اوريكم شكل الطبقات من جوه. انا لما عملته كنت تعبانه، عملته بسرعه يعني في الانجاز، بالرغم ان هو طالع بيرفكت بصراحه، طعمه حلو قوي. بس هو محدش بيقطعه كده، انا بقطعه كده عشان تشوفوه من جوه. المفترض طبقات الكيك بتبقى 4 طبقات، بس انا اخدت طبقه جربت بيها كبات كوري تاني اللي هي جنبها ده، هتشوفوها اللي عليها الكريز. بس هي دي اللي بالكريمه احلى من التانية بكتير قوي. الكيكه هنا زي ما انا قلت لكم بس 3 طبقات، هي بتتحط كيكه وكريمه وبيتحط صوصات من جوه، حابه تضيفي كراميل، حابه تضيفي فراوله، حابه تضيفي مانجا، براحتك. التاني ده بتعملي بودنج شوكولاته، بتحطي طبقه بودنج شوكولاته، بتحطي فول سوداني او مكسرات، وبعدين الكيكه، وبعدين طبقه البودنج، بس تقيل. تحسي بتاكلي حاجه تلكم على نفسك كده تقيله. لكن ده حلو قوي. بس ده انا كان نفسي احط فيه طبقه رابعه من فوق، لان هو بيبقى فيه 4 طبقات كيك، بس علشان اعمل التاني. فانتوا لما تعملوه لا، خلوا الكيك 4 طبقات. انا حطيت طبقتين كريمه، المفترض كنت حطيت طبقه كيك زي ما قلت. حلو قوي. بصوا يعني ناعم قوي، الكيكه دي فظيعه يا جماعه، بالرغم ان هي ما فيهاش حاجه. بصوا هنحتاج هنا نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه ونص ميه دافيه، وعايزين كمان كوبايتين دقيق، وعايزين بيكنج باودر، وعايزين فانيليا، وعايزين بيكربونات اللي هو البيكنج صودا. هنجيب بولة هننزل فيها هنا كوباية ونص مية دافية، عليها معلقة صغيرة نسكافيه. ما تزوديش النسكافيه، هي كده كده بتتعمل بالمية الدافية، بس النسكافيه هيديها طعم حلو، زودي معلقة صغيرة. كده نزلنا بالسوائل النسكافيه مع الزيت مع السكر، هنخلطهم مع بعض. هتضيفي معاهم رشة فانيليا، انا الفانيليا نسيت اضيفها فضيفها مع الدقيق هي وذرة الملح. كده هنخلط دول، وبعدين هننزل بالدقيق. الدقيق هنا هيبقى قد ايه؟ كوبايتين دقيق معانا، هناخد الكوبايتين كلهم، المقدار اللي انا حطاه هياخد الكوبايتين كلهم. وبعدين قوام الكيكه هيبقى واضح قدامك. قوام الكيك العادي، الكيك اللي بالزيت القوام بتاعه بيبقى غير اللي بالزبده والسمنه. اللي بالزبده والسمنه بيبقى القوام تقيل شويه، لكن ده لا. هنضيف هنا الكاكاو، ما تضيفيش كتير، انا هضيف بس معلقتين ممسوحين. لو انت حابه لونها غامق، اللي هو داخل على البني الغامق قوي ده، بس مش حلو، بيبقى مر. فهو الكاكاو كده كافي، معلقتين ممسوحين حلوين جدا جدا. بلاش تخلي لون الكيكه غامقه، كل ما يبقى لونها فاتح شويه افضل. هنا نزلنا بمعلقتين صغيرين بيكنج باودر، وهننزل بنص معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا. بس خلاص خلصت كده الكيكه معانا. هنخلطها بالمضرب، وبعدين هنجهز الصاج اللي احنا هنضيف فيه. لو انت حابه تعمليها في الخلاط اعمليها في الخلاط، حابه تعمليها زي ما انا بعمل كده بوله وتضيفي فيها المكونات براحتك، شيء يرجع لك. الفرن هنا بنشغلها على درجه حراره 160. بنجيب صاج اللي هو بنعمل فيه السويس رول، اللي هو الحافه بتاعته بتبقى صغيره، ده مش مرتفع يعني. بنجيب ورقه زبده، وبنحط يعني ايه نقط من الكيك في ال4 جوانب علشان نلزق ورقه الزبده. مفيش ورقه زبده، المصريين كلهم عارفين في ورق اسمه ورق جرايد، كلنا بنذاكر فيه. هاتي ورقة بتاعة الجرايد، ادهنيها زيت خفيف خالص، والزقيها بنفس الطريقة اللي انا بقول عليها. بس كده. هنحطها في الصاج، وبعدين هندخلها الفرن. الفرن زي ما قلت على درجة حرارة 160. قوام الكيك واضح اهو قدامكم، هما الكوبايتين دي هياخدهم. ده دي كان حمزة اخوان، وانا ما بجيبش غيره بصراحة. كان في تي قبل كده اسمه معرفش فلاور او وايت، جبته لقيت فيه دود، بطلت اجيبه تاني بالرغم ان هو غالي، يمكن بحاجة و20 جنيه حاليا، بس لا ما قرفت منه بصراحة. فبعد ما حطينا الكيك خلاص كده هنسويه، وبعدين هندخله الفرن زي ما قلت. ماكسيمم هياخد معاكم ممكن 12 دقيقة، مش اكتر من كده، لانه الارتفاع بتاعه بسيط. بعد 12 دقيقة حط فيه سكينة رفيعة في الوسط كده، هتطلع فاضية خلاص، وهي هتطلع فاضية اصلا لان هو مش هياخد وقت معاكي اساسا. ما تخليهوش ينشف، اول ما بيخلع من الاطراف كده خلاص الكيكة بتبقى استوت اصلا. الكيكه دي اعملي بيها اي كبات انت عايزاها، اقتصاديه، لا فيها بيض ولا فيها حليب، هتوفر معاكي قوي. كمان صيامي، اخواتنا المسيحيين يعملوها حابين حاجه صيامي اعملوها حلوه جدا. هنيجي نعمل الكريمه. هاتي كوبايه كريم شانتيه خام، الكوبايه دي في حدود 100 جرام بتبقى. هنحط عليها كوبايه ونص ميه، ميه ساقعه او ميه عادي من الفلتر، خلاص احنا الجو ساقع.
وهنضيف السكر البودرة. السكر البودرة ضيفي براحتك، انا هضيف بس معلقتين بس، هقول نصيحة بلاش نكتر السكر لان السكر بيزود الالتهابات في الجسم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخلط الكريم شانتيه مع المية مع السكر لغاية لما يعمل فوم معانا. بعدين هنقسم الكريمة نصين، نص هنحط عليه معلقة شوكولاتة سمح أو أي نوع متوفر عندك، وممكن تجيبي قطعة شوكولاتة صغيرة مثلا، معلقة حليب مغلية حطي فيها الشوكولاتة قلبيها وضيفيها فوق الكريمة البيضة بتاعتك. بس كده اسهل حاجة يعني، مفيش ده في ده. حابة تعمليها بالكاكاو براحتك بس مش هيديكي طعم حلو، الشوكولاتة بتبقى طعمها اجمل بكتير قوي قوي قوي. كده هنخلط لغاية لما ناخد فوق. وصلنا للدرجة دي، بس هنقسم الخليط. انا مش مصورة الشوكولاتة، انا بقول لكم بس هنحطه عليه شوكولاتة. هتجيبي كده الصاج خلاص بتاع الكيك بتاعك استوى، هتجيبي قطعها، قطعي بقى على حسب الكوباية اللي انت هتستعمليها. هتستعملي كوبايات قصيرة بتاعة الايس كريم ماشي، هتستعملي الكوبايات الكبيرة ماشي براحتك. شو حطي القاعدة بتاعة الكوباية على الكيك وقطعي عليها بكوباية، بفنجان كبير بتاع شاي، بطبق بلاستيك صغير براحتك حسب الموجود عندك. هتحطي الكيك، وبعدين في حاجة حابة تسقيه حليب بشوكولاتة ماشي، مية بشوكولاتة ماشي، مية بكاكاو ماشي، مية بسكر برضو شغال، أي حاجة. ولو ان الكيكه دي رطبه بصراحه مش محتاجه، وانا سقيتها حليب بشوكولاته لان كان باقي عندي، كنت عامله للبيت فكان باقي ربع فنجان او نص فنجان شاي يعتبر، فسقيتها بيه. بس هي مش محتاجه بمرض ربنا، الكيكه سوفت جدا جدا ومش محتاجه حاجه. كده كده الكريمه هترطبها وهي محطوطه. انا هحط صوص فراوله كمان بعدين، اللي حابب يحط صوص مانجا، فراوله، بروبيري، ايه تاني، اي صوصات انتوا حابينها. حابين تحطوا مثلا توفي، حابين تحطوا كراميل براحتكم اللي انتوا حابينه. دي بترجع لكم انتوا، ترجع للامكانيات عندك في البيت. بس كله ده هيكلف، فانا كله ده هيكلف لا انا ما ضفتهوش. انا ضفت بس الفراوله. جبت ربع كيلو فراوله، حطيت عليه معلقه سكر، عصير نص ليمونه، معلقه جيلاتين، حطيته على البوتاجاز، وطيت النار خالص لغايه لما كله ساح مع بعضه، خلطته بالهاند بلندر حبه بس كده. بعد ما برد استعملته. اي صوص بنعمله بالطريقه دي. في ناس بتعمله اقتصادي، بعد ما بتحط الفراوله تستوي شويه مع نفسها مع عصير نص الليمونه مع السكر، بيجيبوا معلقه نشا بتخلطيها في ربع كوبايه ميه وبعدين بتضيفيها على الفراوله. ده اقتصادي. وشرحه لو هتعملي المانجا برضو بنفس الطريقه دي. كده بعد ما حطينا الكيك كريمة، بعد كده كيك كريمة بتضيف الصوص. ممكن بين كل طبقة وطبقة بتضيف الصوص. هو عموما احنا بنحط 4 طبقات كيك، بس انا زي ما قلت لكم اول الفيديو انا حطيت بس 3. كنت عايزة اجرب التاني ويا ريتني ما جربته بصراحة، هو طعمه تقيل كان اول حقيقة. بس فده انا هعمله يعني دايما هبقى اعمله بصراحة لما نحتاج حاجة حلوة، لانه سهل والكيكة بسيطة مش بتاخد وقت، حتى في شغلها ما بتاخدش اصلا، هي كلها على بعضها 10 دقايق، بسيطة جدا. كده هنحط الطبقات. بصوا اللي بتتباع بره في الكافيهات او في المحلات بتتباع في الكوبايات الكرتون دي، لكن لو انت حابة تعمليها في كوبايات شفافة في البيت براحتك. هو بس هقول لكم الفرق ما بين دي ودي. الفرق ان في الكوبايه الشفافه لو انت الصوص بتاعك خفيف هينزل تحت زي ما انا حصل معايا كده، الصوص نزل تحت شويه. لكن لو الكوبايه الورق مش بيبان فيها حاجه، علشان كده هتلاقوا كله بيعملوا في الكوبايات الورق. ليه؟ الصوصات لما بتبقى خفيفه هتلاقيها نزلت تحت، يعني نزلت تحت على الكيك، عملت خطوط كده. طبعا في الشفاف هتبقى مش ظريفه، ولكن في الكرتون محدش هيشوف حاجه. انت ماسكه الكوبايه وهتاكليها ولا في اصلا اي حاجه هتبان، لكن هتلاقي الكيكه بقت طريه وحلوه لان انت الصوصات كلها خليتها طريه. بس بعد ما خلصنا كده بنقفل بطبقة كريمة بيضة. هو أنا حطيت طبقة كريمة هنا، المفترض كنت قللت الطبقة دي وحطيت طبقة كيك. زي ما قلت لكم المفروض بتتعمل ب4 طبقات، بس أنا خليتها بس 3، المفروض 4 طبقات كيك. آخر طبقة بنقفلها بالكريمة البيضة. بعد ما بتحطي الكريمة البيضة هاتي سباتيول وهاتي كوباية مية مغلية جنبك أو سكينة عريضة، حطي الاسباتيول في المية المغلية وامسحي بيها الكوباية من فوق. المية المغلية بتساعد الاسباتيول يبقى سخن ويسهل معاكي فرد الكريمة من فوق علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. كل ما تنزليها في المية المغلية امسحيها بفوطة، وبعدين دخلي الكوبايات بتاعتك التلاجة ساعة. على فكرة الكيكة دي هتعمل معاكي 12 كوباية. دخليها ساعة، بعد ما تخرجيها زينيها بقى براحتك. حابة تسيحي شوكولاتة مع معلقتين زيت وتعملي بيها رسومات من فوق ماشي. حابة تاخدي كان من الكريمة وتعملي
تعملي ايه؟ تعملي الوان بالكريمه، يعني كريمه لونها احمر، كريمه لونها اخضر، ما اعرفش كريمه لونها اصفر زي ما بيعملوا كده. انا ما بحطش الوان صناعيه، ما بحبهاش، لكن انتوا حابين تعملوا اعملوا. ارسمي قلب كبير واعملي فيه سهم، ارسمي قلوب صغيره، ارسمي ورود صغيره، اكتبي لاف يو، اكتبي اسم الشخص، براحتك. العبي في التزيين ده براحتك زي ما انت حابه، شيء يرجع لك. انا كنت تعبانه بس كنت حابه اجربها، فعملت ايه؟ اي حاجه على السريع يعني، المتاح واللي موجود قدامي. حطيت سبرينكل كده وخلاص، وفي اتنين حطيت عليهم الصوص بتاع الفراوله، دول اللي عجبوني بصراحه. اي حاجات عندك ضيفيها من فوق، حابه تحط مثلا كريز، اي حاجه زيني بيها، التزيين ده يرجع لك انت. حابه ترشي كاكاو براحتك. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر، جربوها يعجبكم جدا جدا.